في كتاب مهم قوي عن جودة الحياة اسمه العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية، كاتبه واحد اسمه ستيفن كوفي وكاتب من الكتب والكتاب المشهورين جدا. الكتاب ده فيه حتة صغيرة بس مهمة قوي، ممكن تساعدنا كتير جدا ان احنا نفهم بعض ونقرب من بعض. هو بيتكلم عن ان من اساليب بناء الثقة بيننا وبين بعض ان احنا نهتم بالحاجات التافهة. ايوه، حاجات التافهة. في حياة اي حد في حاجات بقية الناس بتشوفها مش مهمة. من اهم الحاجات دي في حياة الرجالة هي قعدة القهوة. الناس او الاهالي سواء بقى بابا وماما وجدتي او سواء مراتي واولادي بعد كده بيشوفوا ان ايه قعده القهوه، ما تقعد معانا في البيت احسن. الحقيقه ان قعده القهوه ليها فوائد كتيره جدا، سواء فوائد اجتماعيه بتساعدنا على تعزيز العلاقات الاجتماعيه، بتساعدنا ان احنا ناخد وندي مع بعض، بتساعدنا ان احنا نتكلم بدون قيود. يعني احنا على القهوه بنتكلم كلام نقدر نقول انه مش مهم بس هو مهم جدا نفسيا. يعني احنا مش هنغير العالم ولا هنغير شغلنا ولا هيفرق اي حاجه في حياه الناس اللي حوالينا، بس احنا بنمشي من على القهوه واحنا مستريحين اكتر. الراحه دي تنعكس على حياتنا في البيت، تنعكس على حياتنا في الشغل، بتنعكس على حاجات كتير. بالعكس انا في اوقات وانا قاعد في البيت او انا مضغوط في الشغل بستنى لحظه القهوه واقول انا هبقى اتكلم في الموضوع ده مع اصحابي على القهوه. وعلى صعيد تاني كمان ساعات القعده دي بتطلع افكار غايه في الابداع، سواء لحل بعض المشاكل او لبدايه احلام وطموحات جديده في حياتنا. فبالتالي قعده القهوه مش مجرد تضييع وقت، هي بدون طبعا افراط هي احد الانشطه الاجتماعيه المهمه جدا عند كتير من الناس.